في عالم اليوتيوب في صناع محتوى كتير جدا، لكن قليل جدا اللي تقدر تميز فيديوهاته من اول ثانية ومن غير حتى ما تشوف اسمه. عمر ابو الرب. وفي فيديو النهاردة مش هنتفرج وبس، هنحلل الاسلوب ده وهنفهم ازاي اتعمل وازاي تقدر تطبق نفس الفكرة على شغلك. فخلينا نبدأ ويلا بينا. بدي أسألك سؤال، هل الفالنتاين حقيقي؟ تاريخ البشرية قد ما تدور فيه وتتعمق فيه هو تاريخ دموي جدا مليء بالملاحم والحروب. هل معقول بين كل هذا كنا فاضيين نعمل عيد للحب؟ سنة 2026 متوقع ينصرف 29 مليار دولار على عيد الحب فقط في أمريكا. اليوم بدنا نشوف الحقيقة اللي ما حدا بيعرفها وراء الفالنتاين، تاريخ يوم الفالنتاين الدموي، وكيف هذا العيد الدموي القديم تحول لسلعة بتنباع. طيب هنبدأ نعمل مدة المقدمة تقريبا كانت 28 ثانية. هبدأ أقسم الصوت اللي معايا أيا كان بقى، يعني أنا هقسم دلوقتي بناء على المشاهد اللي معمولة. أنت دلوقتي الصوت هيبقى معاك، هتقسم الصوت على حسب أنت هتعمل كام مشهد في الصوت بتاعك أو المقدمة بتاعتك. يعني زي ما أنت شايف كده أنا قسمته. أنت بتقسمه من العلامة دي، بتقف على المكان اللي أنت عايز تحط فيه العلامة وتدوس عليها كده. طيب بما ان يعني مش معايا اللقطة الأصلية وهو بيتكلم كده، فأنا خدت لقطة من الفيديو ذات نفسه هو بيتكلم، وهوريكم ازاي تعمل حاجة زي كده. يعني اللي هو بيبقى بيتكلم وفي حركة كده في الفيديو. اول حاجة يبقى معاك لقطة من الفيديو زي كده واي شخص بيتكلم، يعني هتيجي على قائمة ويندو وهتنزل لحد التراكر. هنعمل الفيديو ده حاجة اسمها ستابلايز موشن، هنبدأ ندوس عليها كده هيفتح لنا صفحة تانية كده. هبدأ اخد النقطة اللي هي تراك بوينت ديت احطها مثلا على مناخيره عشان تبقى حاجة ثابتة. اي لو دماغه اتحركت النقطة دي تتحرك معاه، فاهم؟ بعد ما تخلي مكانها على مناخيره كده هتيجي على الاوبشن دي وهتخلي دي على ستوب تراكنج عشان لو النقطة دي اتحركت ترجعها مكانها تاني بعد كده تكمل، فاهمني؟ فهاجي على اول الفيديو كده وابدأ ادوس هنا. زي ما انت شايف كده وقف، هو لسه ما خلص، هو وقف عشان النقطة اتحركت من مكانها. فانزلها كده مكانها تاني بعد كده اكمل لحد ما توصل للنهاية. هتلاقي زي ما انت شايف كده الشكل ده اتعمل قدامك. هتبدأ تيجي على ابلاي ديت وهنخليها اكس اند واي وندوس اوكي. هتلاقي الفيديو معاك بيتحرك بالشكل ده كده. طبعا عشان الحواف السودا دي هنبدأ ندوس على الاس عشان يفتح لنا السكيل وهنكبره شوية كده. نبص على النتيجة كده، كل ما دماغه بتتحرك تحس ان في حركه بتحصل في الفيديو. يعني لو عندك مشكله مع النسخ المكركه، ان زي ما انت شايف كده انا شغال على النسخه الاخيره اللي 2026. وطبعا كلنا عارفين ان الاشتراك غالي، وكمان في كتير مننا لسه ما حققش مصدر دخل من المونتاج عشان يقدر يدفع المبلغ ده كله، هو لسه ما بيدخلش اصلا فلوس. فالحل ببساطه هسيب لك رقم تحت في الديسكريبشن تقدر تخش تتواصل معاه، تديله الاكونت بتاعك وبيدخلك يعتبر مع تيم. فالاشتراك بيبقى حاجه رمزيه جدا. اشتراك الشهر لكل برامج ادوبي يعتبر ب 250 جنيه. وكمان في عرض دلوقتي هم عاملينه بتفعل على ايميلك الشخصي طبعا الاربع شهور ب 800 جنيه. فانا شايف ان الرقم مش كبير يعني بالنسبه لاربع شهور، وعشان تخلص نفسك من مشاكل الكراك والكلام ده كله. فبس كده هسيب لك اللينك بتاع الجروب بتاعهم او رقمه تحت في الديسكريبشن تقدر تتواصل معاه. وطبعا الارقام اللي انا قلتها لك دي معمول لها خصم، وعشان تقدر تستفيد بالاشتراك بالمبلغ دوت هتخش بس هتبعت لهم الكود ده وهيفعلوا لك الخصم على طول. وكمان لو واجهتك اي مشكله هم بيردوا على طول يعني. وبس كده حبيت بس افيدك زي ما انا استفدت. ويلا بينا نكمل الفيديو. دلوقتي المشهد اللي هو دوت بيبدأ من هنا وبينتهي هنا، تمام؟ فانا هعمل له كومبوزيشن عشان اشتغل فيه يبقى براحتي. يعني هاجي من الاول هنا واجي اعمل سوليد واخليها باي لون ايا كان. يعني هبدأ اخليها تبدأ من هنا، هدوس على حرف الجيم عشان اجيبها هنا، واجي على النقطة التانية هدوس الت وحرف الدال عشان يقصها لي. ده المشهد الاول بتاعنا. هبدأ احطه في كومبوزيشن. هطبق نفس الكلام ده على الصوت برضو. هاجي على الاول كده واختاره وادوس كنترول الت دي عشان يعمل لي انقسام كده، واجي برضو هنا كنترول الت دي واخد النقطة دي كده كوبي. عايز ارجع فيهم عادي، بعد كده اخش على الكومبوزيشن وادوس في وادوس على حرف الجيم عشان يجيبها لي من الاول وانزلها تحت. هيبقى معانا جوه الكومبوزيشن ده المشهد الاول. يعني اسمع كده. سؤال، هل الفالنتاين حقيقي؟ سؤال، هل الفالنتاين كده انت سهلت عليك الشغل، يعني خصصت المشهد الاول بالجملة الاولى تشتغل براحتك هنا بدل ما الشغل كله يبقى ملعبك هنا، فاهمني؟ واشتغل بالالوان اللي انت عايزها، يعني مش شرط تعمل نفس الالوان بتاعته. في الموقع دوت بيديك زي ما انت شايف كده ايه الوان كتير، ممكن تختار اللي انت عايزه. انا مثلا شفت ان دي شكلها كويس، الالوان تدرج الالوان دي. هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن. هاجي على المشهد ده الاول قبل ما احركه هشوف هو يعني هو معمول من ايه اصلا، وابدا اصممه الاول. اصمم المشهد الاول بعد كده ابدا احركه. يعني الحركه زي ما انت شايف بتاعت القلب دي وحركه النص وكده كده الزوم والحاجات دي هنعملها في الاخر خالص. اول حاجه خالص تعملها ايا كان يعني هتصمم المشهد بتاعك الاول بعد كده تبدا تحركه. زي ما انت شايف كده هو المشهد هنا فيه
كاركتر بتاع ولد وبنت، وفي قلب ونص، وفي تحت النص زي ما انت شايف كده مستطيل حاطط عليه النص. فهبدا اخفي اللاير ده خالص. مبدئيا الخلفيه هنعمل فيها تدرج كده، هنضيف افكت اسمه جريدينت رام، وهنخلي دي على راديال عشان يعملها دايره كده. هننزل دي كده تحت شويه، نخليها في النص، وهنزود دي عشان يبقى معاك بالشكل ده. هنبدا نخلي بقى الالوان زي ما انا قلت لك كده. انا هاخدها مثلا من الموقع ده، فابدا اخلي اللون الفاتح بالشكل ده كده، واخش هنا اخلي دي زي دي، واجي من هنا واغمقها شويه زي ما انت شايف كده، عمل تدرج الالوان ده. طيب بعد كده هنعمل الكاركتر دي. هتلاقيني سايب لك كل حاجه تحت في الديسكريبشن. دي احسن شكل انا لقيته بصراحه، عشان تخليها كل واحده لوحدها. تيجي هتحدده كده وتيجي على الريكتانجل تول ونبدا نعمل كده. تمام، ده كده الولد. بعد كده هنبدا نكرر اللاير ده وهنسميه البن، ونيجي على الماسك هنحدده كده. لكن انت دايس على الفي او مختار دي، تدوس عليه دوستين كده وتروح عامل كده بالظبط كده. كده معاك البنت والولد زي ما انت شايف كده. هنخفي مثلا البنت وهنشتغل على الولد، وكل حاجه هنعملها او الافكتات يعني هنرجع نضيفها على البنت تاني. اول حاجه هو حاطط فيل وحاطط ستودي شادو، وبرضه عامل ظل جوه كده اسمه انر شادو. نبدا نعمل الافكتات ديت على الكاركتر اللي معانا. هنديله اول حاجه افكت فيل، ونخليه مثلا بنفس اللون اللي هو عامله زي ما انت شايف كده، ونضيف افكت ستوديو شادو، تلاقي عمل معاك الظل ده. وعشان تعمل الانر شادو ده هو مثلا عامله هنا باللون الاحمر شويه كده. هتيجي على الولد تاني، تيجي على الاستوديو شادو وتكرره كنترول دي. بعد كده تيجي من هنا انر شادو، هتلاقيه اتعمل زي ما انت شايف كده. هتبدا تظبط القيم بتاعه الافكت من هنا لحد ما توصل لنتيجه تعجبك. انا شايف ان هي كده مناسبه. ابدا اغير اللون زي ما هو عامله، اخليه مثلا باللون ده، هو تقريبا عامله اللون ده. اي ممكن اكرر الافكت تاني واخليه انر شادو بس عشان يكون زي ما انت شايف كده، واقلل الاوباسيتي شويه بس زي ما انت شايف كده. يبقى فيه ظل من ورا وظل برضو من جوه وفيه لون كده، هيبقى معانا بالشكل ده. هنبدا ناخد كل الافكتات دي ناخدها كوبي ونحطها على البنت ونفتح كده، وهنبدا بس كل اللي هنعمله ان احنا هنفتح الفيل وهنخلي الفيل بنفس اللون اللي هو عامله للبنت دوت كده. وفي نفس الوقت برضو هنفتح الاستوديو اللي هو الخامس ده او الرابع اللي هو الظل اللي من جوه، وهنغير اللون للون اللي هو عامله ده. نبدأ نبص على النتيجة، يبقى معانا بالشكل ده كده زي ما انت شايف كده. انا شايف ان كده شكله احسن. كل اللي انا عملته اللي انا دخلت على الافكتات ومسحت اللي هو الافكت اللي ورا اول حاجه عملناه، وسبت الحاجات اللي جوه، وحطيت بدل الستوديو شادو حطيت دروب شادو عادي زي ما انت شايف كده. بس هاخد بقى نفس الاعدادات بسرعه بالشكل ده كده. انا شايف ان هو شكله احسن من الاول بدل الخط اللي كان ظاهر ده. كده معانا اول مكونين اهم. هنبدا بس نحدد السكيل بتاعهم، نصغره شويه كده ونرفع البوزيشن فوق شويه، نبعدهم عن بعض شويه عشان نحط القلب في النص. بعد كده هاجي على الريكتانجل تول دي عشان ابدا انفذ المستطيل اللي في النص ده. هو مش عامله راوند، فعادي اللي انت عايزه يعني، ممكن تعمله راوند ممكن ما تعملوش راوند. انا مثلا في الحاله بتاعتي دي هعمله راوند كده. ابدا اتاكد ان انا مش محدد على اي حاجه، وابدا اعمل كده ونقلل راوند شويه بالبكره بتاعه الماوس، او هنيجي من هنا على طول ديت ونفتح دي ونقلل راوند من هنا. نيجي على المستطيل هندوس كنترول الت وهوم عشان الانكر بوينت تبقى في النص. ندوس على الفل دي واخليها اول واحده دي عشان يبقى بلون واحد. واجي هنا هديله نفس الكلام برضه، هنعمل له جريدينت رام مثلا، هخليه كده وابدا اغير لونه للون ده مثلا. ده نفس اللون الخلفيه، ممكن نخليه اللون الاسود ده وابدا اعمل له تدرج من هنا، افتحه شويه وانزل دي كده عشان يكون فاتح شويه، يبقى معانا بالشكل ده كده. عشان النتيجه تبقى طالعه مشابهه ليه خلينا نعمله نفس اللون ونغمق ده شويه عشان النتيجه تبقى طالعه مشابهه كده شويه، ونخلي ده في النص كده عشان افصله عن الخلفيه. هعمل له دروب شادو خفيف، هزود الاوباسيتي واقلل ديت وازود دي كده شويه، نقلل الاوباسيتي واحده واحده يبقى بالشكل ده كده. وهبدا اكتب النص اللي هو كاتبه. هو كاتب هنا هل فالنتاين حقيقي، وابدا اصغر السكيل بتاعه بالشكل ده. هلاقي الانكر بوينت هنا هنعملها في النص، كنترول الت هوم ونخليها هنا ونبدا نصغر بالشكل ده كده شويه. كده ناقص القلب بس، اجي من هنا وهضيفه
هتلاقيني سايبهولك برضو. هنبدا نضيفه هنا كده ونرفعه فوق، او هنرفعه فوق ونبدا نصغر السكيل بتاعه شويه بالشكل ده كده، نخليه مثلا ما بينهم كده. كده انت صممت اول مشهد. نبدا بقى نعمل ايه الافكتات اللي معموله في المشهد ذات نفسه. نبدا نسمع الصوت كده ونشوف هل فالنتاين حقيقي دي نبدا نظهرها من في انهي وقت يعني. سؤال، هل الفالنتاين هنا مثلا الفالنتاين من اول هنا بيقول هل الفالنتاين، فمن اول هنا كده هبدا اقف بالسهم كده واختار النص، وهتلاقيني سايب لك الاضافه دي او السكريبت ده تحت في الديسكريبشن اسمه تكست ايفو. تجيبه هنا كده وتدوس على زائد، يبدا يعمل لك انيميشن كده زي ما انت شايف. هتختار مثلا كلمات او حروف، انا مثلا هختارها حروف. مثلا انا هخليه يتحرك من هنا كده، نقلل الاوباسيتي. بعد كده الستايل هنا هنديله بلور، هنخليه مثلا 40 ودي 40 ونشوف كده النتيجة. سؤال، هل الفالنتاين حقيقي؟ مثلا انا شايف ان هو بطيء، هبدأ احدد الاتنين كي فريم اللي هو عاملهم لي دول، وادوس على الالت واسحب دي كده شوية. سؤال، هل الفالنتاين حقيقي؟ اي افكت تكست عامة ممكن تعمله، وممكن برضو تعمل من بريمير كومبوزر او انيميشن كومبوزر. هنا تلاقي انيميشن تكست كتير كده. مثلا نعمل ديت خلاص، نمسح ده مش عايزينه، ونيجي مثلا من اول هنا ندوس ان، نيجي من هنا هنخليه يبدأ من هنا كده زي ما انت شايف كده. تمام، انا شايف انها كده مناسبة. هنحرك بقى المستطيل اللي تحت ده وهنفتح السهم دوت. بعد كده نفتح الكونتنت، بعد كده ديت، ونفتح الترانسفورم بتاع الريكتانجل، وهتيجي على السكيل دي هتفصلهم عن بعض. هتلاقي معاك بالشكل ده كده. هتلاقي بقى ايه، في نقطة هنا كده هتبدأ تسحب النقطة دي، هتيجي على الانكر بوينت الاول، العلامة دي او حرف اليو من الكيبورد، وتبدأ تسحب النقطة دي هنا. ده كده انت عملت الاساس بتاع الريكتانجل او المستطيل هنا كده في الحتة دي. فلما تيجي تعمل كده هتلاقيه بيتعمل معاك بالشكل ده كده. مثلا هنبدأ نخلي دي 0، هنحط كي فريم هنا، بعد كده نمشي شوية لحد ما تظهر هنا كده، ونحط كي فريم كمان ونخليها 100، يبقى معانا بالشكل ده كده. نبدأ نحددهم كده، نبدأ نعمل لها جراف من هنا، اخلي ديت على 70، تلاقي معاك بالشكل ده كده. سؤال، هل الفالنتاين حقيقي؟ طيب الافكت بتاع القلب ده بقى هنعمله ازاي؟ هنبدأ نختار القلب كده ونحدد البين تول، ونبدأ نرسم ماسك على شكل القلب ده. يعني انا جايب لك الصورة بتاعت القلب ده عشان تعرف ترسم قلب مظبوط، فاهمني؟ فهتبدأ تعمل كده، بعد كده تسحب كده وتعمل بقى الماسك. ممكن مثلا تعمل كده عشان تعرف تحدد بالظبط. زي ما انت شايف كده عملنا القلب ده او الماسك على القلب ده. يعني نبدا بقى نحط الافكت بتاع السكرابل دوت هو بتاع الخطوط. طب احنا عملنا ماسك ليه؟ عشان اصلا الافكت مش بيتعمل من غير الماسك، لازم تعمل ماسك عشان تحدده من هنا ويبدا يعمل لك الافكت زي ما انت شايف كده. انا مثلا عايز الافكت يظهر في الحته دي كده، فابدا اجي على الستروك ويدز ديت واحط كي فريم مثلا نخليها 3 عشان تكون اوضح شويه، ونفتح الستروك اوبشن دي، وهي دي الاعدادات بتاعه الافكت ذات نفسه. نبدا نحط مثلا كي فريمات فيهم كلهم كده، ونبدا نظبط الشكل النهائي اللي احنا عايزينه. نيجي بقى هنا مثلا، هنا انا مش عايز الشكل يبقى موجود، هبدا اخلي ديت، هزود دي كده لحد ما تبقى قليله خالص كده، وابدا بقى اظبط في القيم دي بحيث يبقى شكله كويس معايا. وطبعا الستروك ويدز دي هنخليها 0 في الاول. كده مش هيعملها 0 اصلا، هو هيعملها 0.1 كده، بس مش مهم يعني، مش هتبقى باينه قوي. وهتيجي هنخلي اللون بتاعه من هنا، هنخليه على اللون الاحمر، ندوس على حرف اليو كده عشان نعمل كي فريمات، نظبط الكي فريم بتاعها. انا مثلا عايزه يحصل في الاخر، فهاجي على الموشن تول كده وازود دي بحيث تظهر في الاخر زي ما انت شايف كده. لو جينا نبص على النتيجه، سؤال، هل الفالنتاين حقيقي؟ ممكن نقدم الكي فريمات دي، ممكن نقدمها هنا كده عشان تظهر مع التكست زي ما انت شايف كده. المشهد اهو. سؤال، هل الفالنتاين حقيقي؟ نفس المشهد احنا عملناه. سؤال، هل الفالنتاين حقيقي؟ كل الفكره انه في زوم بقى وحاجات كده هنسيبها في الاخر. دي كده هنبدا نحذف الصوت عشان ما يتكررش بره في الكومبوزيشن اللي بره. كده انت عملت اول مشهد. طيب نبدا بقى نعمل الانتقال بتاع الخيوط ده، نفس الافكت اللي احنا عملناه على القلب دوت، هناخده كده كوبي ونخرج من بره وهنحط سوليد، هنعمل سوليد ايا كان لونها يعني، ونبدا نظبط مكانها كده. بعد كده هبدا اضيف الافكت دوت، بس مش هيتعمل عشان مفيش زي ما قلت لك مفيش ماسك. فابدا اختار السوليد ده كده وادوس على الريكتانجل تول مرتين، هيعمل لي ماسك على السوليد كلها. واجي هنا احدد ماسك واحد، هتلاقيه اتعمل معاك زي ما انت شايف بالشكل ده كده. احنا هنا عشان الانتقال عايزينه باللون الابيض عشان نعمله تراك مات،
مع الفيديو اللي تحت. نبدا ندوس على حرف اليو عشان يفتح لنا الكي فريم، نسحب كي فريم هنا كده، هنخلي نفس الاعدادات في الاول عادي مش هتفرق، ونيجي بس في الاخر هنا وهنظبط شويه اعدادات عشان نخلي الشاشه كلها تتملي. هنخلي ديت مثلا على 10 تمام زي ما انت شايف كده، ونبدا بقى نظبط الاعدادات دي على حسب لحد ما الشاشه تتملي. يعني انا مش شايف او ظبطتها اللي هو دي 5 وهنعمل دي 1 وهنعمل دي 5 ونعمل دي 1 ودي 0 زي ما هي، ودي هنخليها 5 زي ما انت شايف كده. الشاشه ابيضت خالص معايا. بعد كده عشان تعمل الحواف زي ما هو عاملها بالشكل ده كده، يعني الحواف في كده كده بلور ده والار جي بي هنحطه في الاخر، بس زي ما انت شايف كده تحس ان الحواف مشدوده. فهنبدا نضيف افكت اسمه ايه اوبتيكال او يعني ايا كان، يعني هو دوت الافكت ده اوبتيكس مش عارف ايه كده، هنضيفه وهنزود القيمه دي كده شويه تمام. هتلاقيه بيتعمل معاك العكس. هنبدا ندوس ريفرس لينس ديت، هتلاقيه اتشد معاك شويه، هتلاقيه بقى مشدود معاك شويه كده. نبدا نزوده كده لحد ما نحس انها كده مناسبه. كده احنا عملنا الافكت زي ما انت شايف كده. عشان اطبق الافكت على المشهد اللي احنا عملناه دوت، هنبدا بس هناخد التراك مات ديت واسحبها على السوليد دي كده. ده معناه ايه؟ ان المشهد ده ما يظهرش غير على اللاير ده. اللاير ده اول ما يظهر يبدا المشهد ده يظهر عليه، فبالتالي اول ما الخطوط بتتكون المشهد بيتكون معاك زي ما انت شايف كده. طبعا لو في خطوط زي ما انت شايف كده هنزود الافكت ده كده شويه، الستروك ويدز دي هنزودها شويه لحد ما تختفي خالص، مثلا نخليها 15 زي ما انت شايف كده. هتحس ان هو في قط كده، بس لا احنا هنخلي الكي فريم او الكي فريم ده هنخليه على اول المشهد ده كده عشان الخطوط تبدا كده رفيعه بعد كده تكبر والمشهد يظهر. يعني هنبدا نخش في المشهد التاني دلوقتي بنفس الخطوات اللي قلتها لك، اللي هو هتقص ديت وتعمل سوليد وهكذا. المشهد ده هنخليه مشهدين في بعض كده عشان العدسه دي مشتركه فيه. كده كده هنوحد الخلفيه، كل اللي هيختلف ديت والخلفيه اللي ورا دي. المشهد ده مكون معانا من خلفيه وعدسه وبرضو نفس الخلفيه اللي موجوده. ولو مشينا شويه كده هنلاحظ ان في ايه، في حاجه زي دم كده بيظهر على الخلفيه اللي هو عاملها، وكمان في تكست ونفس النص، نفس كل حاجه. هناخدهم كوبي بيست، يعتبر نفس اللي احنا لسه عاملينهم. هنيجي من اللي احنا لسه عاملينه هناخد الخلفيه وخلفيه الكتابه والنص، هناخدهم كوبي بيست هنا كده. هنأخر دول كده شويه مش عايزينهم دلوقتي، كل اللي عايزينه الخلفيه دي. هنمسح دي وهننزل الخلفيه دي تحت كده ونمدها بطول الفيديو. نبدأ نعمل العدسة والخلفية ديت كده. هنجيب العدسة من هنا اهو نضيفها هنا. بعد كده هنضيف المشهد دوت. انا مثلا جبت الصورة دي، مش لازم نفس الصورة يعني اللي هو حاططها، انا جبت الصورة ديت. نبدأ نكبرها سكيل كده، نكبرها على قد المشهد بتاعنا. احنا دلوقتي عايزين المشهد ده او الصورة دي ما تظهرش غير جوه العدسة دي. هنعمل نفس اللي احنا عملناه ورا اللي هو التراك مات، بس هنبدأ نعمل دايرة كده، نظبط ابعادها، خليها تحت العدسة تمام. خلينا بس نسمي دول، وهنخلي الصورة تراك مات على الماسك دوت بحيث انها ما تظهرش غير جوه الصورة دي. هيبقى معانا بالشكل ده كده. هنبدأ بقى نربط العدسة ديت كده، لو حركناها مش هنلاقي انها بتتحرك معاها، فهنبدأ نربط الماسك ده، هنربطه بالعدسة عشان لو اتحرك يتحرك معاها زي ما انت شايف كده. طبعا ده كده احنا عملنا دي كده الاساسيات. هنبدا نعمل شويه افكتات على العدسه عشان تبان انها عدسه يعني. فهنيجي على الماسك اللي احنا عملناه اللي هو الدايره ده، وهنبدا نكرره وهنظهره كده، هتلاقي بالشكل ده معاك. عشان نخليها ادجستمنت لاير نبدا نيجي على اللي هي ديت ونفعلها، هتلاقي اختفت معاك كده. اي افكت هتحطه هيبدا يتفاعل معاك. طبعا احنا كده كده رابطينه بالعدسه عشان لو اتحرك يتحرك معاها كده. العدسه لو اتحركت كل حاجه هتتحرك معاها. نبدا بقى نحط شويه افكتات على الماسك واحد ده او ده، هنخليه ايه، نكتب ادجستمنت لاير. هنضيف افكت اسمه بلج او بلج دوت تمام. ده بحيث ان هو هيعمل لي تكبير في الحته اللي انا هعملها. هنيجي نخليه في النص هنا كده في الشكل ده كده، ونخلي دي 320 عشان تتعمل بالامتداد بتاعها، ونخلي دي برضو 320 كده. هتلاقي معاك بالشكل ده كده. ونبدأ نقلل دي شوية عشان ما تبقاش اوفر برضو. لو جيت تحرك هتلاقي ان الافكت مش بيتحرك معاك. ده اي حله، هنبدأ نيجي هنا كده ونفتح السنتر دي، نحط كي فريم فيها عشان تبدأ تنزل لنا تحت كده، ونقفلها تاني. نفتح البوزيشن بتاع دي بتاع العدسة ذات نفسها، وهنربط السنتر بتاع ديت مع البوزيشن عشان لو اتحركت تتحرك معاها زي ما انت شايف كده. هنبدأ بقى نضيف شوية افكتات على الادجستمنت لاير دي. هنضيف مثلا سي فينج دوت اللي هو بتاع الحواف السوداء ايا كان اسمه يعني، ونحط ستوديو شادو على العدسة ذات نفسها عشان تعمل افكت كده، ونقلل الاوباسيتي بتاعها شوية. ونيجي على الادجستمنت لاير دي هنحط افكت في ار لا كروماتيك دوت عشان يعمل زي ما انت شايف كده ار جي بي، وهنخلي ديت تاني واحدة. بقى معانا في الاخر المشهد ده كده
زي ما انت شايف كل ما تيجي تتحرك العدسة بيظهر المشهد اللي ورا. هنيجي نبص على الفيديو كده اللي هو عامله، هنقدم كده شوية، هنلاحظ ان في الحتة دي كده بيظهر الدم او الحاجة اللي هو عاملها دي. نحط هنا علامة عشان نضيفها هنا، ونمشي كده شوية هنلاحظ ان هو بيبدأ يكتب من هنا. حط برضو علامة، نسمع كده دموي جدا مليء. هنا بيقول مليء بالحروب. نبدأ نسحب الاتنين دول كده، طبعا هنرفعهم فوق. نبدأ نغير، هو كاتب مليء بالحروب، ابدأ اخليها في النص هنا كده، واعمل انكر بوينت في النص، وابدأ اجي هنا اخلي السكيل دي هقفلها واقفلها شوية كده، وافتح البوزيشن بالشكل ده كده. ممكن نخلي ديت تظهر بدري شوية، وهنمد ديت عشان ما تبقاش سريعة، تبقى كده مليء بالملاحم بالملاحم والحروب. ماشي، هنعدل ديت، هنحدد الاتنين دول كده وكنترول دي ونرفعهم فوق. ومن اول هنا بيقول بالملاحم من اول هنا كده بيقول الحروب، فهنخليها هنا كده مثلا، ونعدل البوزيشن بتاعهم، هنخليهم تحت شويه. دي كده كده هنرفع البوزيشن بتاعها فوق بحيث تكون هنا كده في الحته دي بالظبط، وهنخلي دي فوق كده شويه، وهنعدل دي هنخليها بالحروب، نخلي الانكر بوينت في النص ونخليها في النص، نبدا نسحبها لتحت كده. ونفس الكلام هفتح السكيل بتاع دي، اتاكد ان انا فاصل الاتنين دول عن بعض، واصغرها كده شويه. شوف المشهد هو لحد هنا الكلام بيبقى موجود، لحد هنا كده انا مش عايز الكلام ده كله، فهاجي هنا احددهم كلهم وادوس الت وحرف الدي عشان يمدهم لي للمكان ده كده. ابدا اخلي كل واحده في كومبوزيشن عشان ما اتعبش وانا بحركهم، وهنخليها تحت، هنخليهم تحت العدسه عشان زي ما انت شايف هنا كده، هو هنا ظاهر ان هي فوق العدسه عادي، بس احنا لو مشينا شويه هنلاقي ان العدسه بتمشي ويعني تحس ان هم جوه العدسه، فهنعملهم هننزلهم تحت هنا كده وتحت الماسك، وهنعمل لهم تراك مات مع الماسك اللي احنا عملناه. زي ما انت شايف كده هيبقى جزء من الخلفيه. طيب ازاي بقى هنعمل الحته بتاعت اللي هي الدم دي او الدموي زي ما هو بيقول؟ دموي جدا. زي ما انت شايف كده هنعمل دي ازاي؟ نبدا نيجي على الصوره، نفتح الصوره وهنلغي بس التراك مات بتاعها عشان نعرف نشوفها كلها، وهنبدا نرسم دايره. هبدا اجي على حرف الزائد دي وهدوس ريبيتر او هضيف ريبيتر يعني عشان يضيف معايا دايره كمان تحتها. هخش على الافكتات او الاعدادات بتاعه الريبيتر دي، اخش على الترانسفورم، هنزل تحت شويه كده، اخلي الاوباسيتي بتاعتها قليله. طبعا هخلي هنا نسخه واحده بس، اتنين يعني الاساس والنسخه اللي هي اللي اتضافت، فاهمني؟ طبعا ديت لو عايز تبعدهم عن بعض بس يعني ملهاش لازمه. اخلي الانكر بوينت بتاعتها في النص، وابدا اضيف افكت اسمه فيل عشان اخليها لونها احمر كده، واخلي المود بتاعها مالتيبلاي عشان زي ما انت شايف كده تعمل الشكل ده كده. هنبدا نخلي بقى الريبيتر او التكرار دوت في النص كده ونكبره عشان يكون من كل الحواف، فاهمني؟ فهنيجي على البوزيشن ده هنخلي المية دي 0 عشان تكون في نفس المكان كده، وهنخلي مثلا السكيل دي 110 بحيث انها زي ما انت شايف كده تكون يعني ظاهرة في الحواف كلها. ممكن تستبدل الدايرة دي بماسك كده مثلا عادي بشكل عشوائي، بحيث ان هو يكون في حواف غير منتظمه يعني يكون شكلها احسن، بس عادي نفس الشرح هتطبقه على الاتنين يعني كده. احنا مش عايزين حاجه هنا تاني، هنبدا نقفل دي وهنبدا نحط عليها افكت عشان نعمل الحواف اللي هو عاملها هنا دي. زي ما انت شايف كده الحواف بالشكل ده كده، نبدا نحط افكت اسمه تربلنت ديسبليس، هتلاقي زي ما انت شايف هنا اهو، هنضيفه هتلاقيه بالشكل ده كده. نبدا نزود القيمه دي كده شويه ونقلل دي بحيث تكون شكلها كده، وهنبدأ نزود في القيمة دي كده، نزود دي كده كمان شوية بالشكل ده كده، تظبط شكلها لحد ما شكلها يكون مناسب معاك يعني. كل اللي هتعمله لو حركتها كده زي ما انت شايف بيعمل نفس التأثير يعني. فاحنا مثلا هنحطها في نص الشاشة كده او هنا كده، وهنكبرها شوية بحيث تملى الشاشة كلها كده مثلا، تمام. وهنجيب الانكر بوينت بتاعها هنخليها فوق كده عشان لما نعمل لها السكيل تتعمل من فوق يعني. هنا مثلا كده لو جينا نصغر السكيل تطلع بالشكل ده كده، فهنخلي دي 0 وهنشوف هو بيقول دموي فين. هو تاريخ دموي جدا عند رقم 9 هنا هبدأ ادوس على حرف الجيم عشان يجيب لي الشكل هنا، وهبدأ احط كي فريم هنا وهي 0، وامشي كده مدة الانيميشن مثلا المدة دي كده، وابدأ اكبره بالشكل ده كده. ممكن بقى اعمله اكرره واعمله نفس الحاجة تبقى معايا بالمنظر ده كده. احنا ممكن نخلي التانية دي صغيرة بحيث تكون بقعة كده اكنها بقعة دم مثلا، عايزينه يبقى هنا كده ماشي. هنصغره خالص 0، نفتح السكيل بتاع دي عشان نشوف نفس الاماكن بتاعت الكي فريم، نحط هنا كي فريم بقيمة 0 ونمشي قيمة الكي فريم او قيمة الانيميشن يعني، ونكبرها حاجة بسيطة خالص. وابدأ اجي هنا مثلا افتح الكي فريم دي، عايز اعملها مانيوال احسن هدوس F9 واخليها كده عند السهم ده كده، هخليها تبقى
تتعمل يعني بالشكل ده كده. اخلي المكان اللي بتحصل فيه هنا. انا ممكن اخش اقلل السكيل بتاع الريبيتر عشان يبقى شكله احسن، فهاجي على الكونتنت والريبيتر دي والترانسفورم ريبيتر واخليها مثلا 105 بحيث تكون اقل شويه. هكرر الصغيره دي بس هكبرها بس الاول شويه، اكبرها كده مثلا بالشكل ده واجيبها بوزيشن هنا، اكبر كمان شويه بالشكل ده كده، وهكررها واضيفها فوق في الحته دي كده، واكبرها كمان شويه بحيث تملى الشاشه كلها. واجيب ديت اجيبها بوزيشن شمال شويه بحيث تملى الشاشه كلها، واكبر السكيل بتاعها. تمام معانا بالشكل ده كده كله اتملى. ابدا بقى اخلي الكي فريمات كلهم بنفس الشكل، تبقى كده واخليها كده. نبص على النتيجه. تعمق فيه هو تاريخ دموي جدا مليء لو جينا نعمل الصوره تراك مات على الماسك، طبعا هننزل التلاتة دول كده، هننزلهم لتحت على يبقوا على الصورة بس من فوق الصورة كده بس. برضو التلاتة دول هنعملهم يبقوا على الماسك بس بالشكل ده كده، ونفعل كل حاجة يبقى معانا بالشكل ده. لو جينا نحرك العدسة تمام كده هتبقى مظبوطة. لو جينا مثلا هنا زي ما انت شايف كده نفس الافكت اتعمل معانا. العدسة مثلا هتكون في المكان ده، نشوف كده هتظبط ولا لأ. هو تاريخ دموي جدا. نبدأ بقى نعمل انيميشن بتاع العدسة ذات نفسها، نيجي نشوف هو عمل ايه. جابها شمال بعد كده يمين، بعد كده خلاها في النص وكبرها شوية او ما كبرهاش، هو عمل زوم بكاميرا او نل. هنفتح الروتيشن، هندوس على حرف الار، شيفت الاس، شيفت البوزيشن عشان يفتح لنا التلاتة دول اللي احنا هنستخدمهم دلوقتي. هنظبط مكانها كده مثلا هتبقى كده في الاول، وخلي الزوم شوية تمام، وخليها هنعمل ريسيت للبوزيشن عشان تكون في النص، بس ممكن نرفعها فوق شوية بالشكل ده تمام. وهنحط كل الكي فريمات في الاول، نبدأ نظبطها. مثلا انا هظبطها، احط كي فريم هنا اكون حركتها في المكان ده تمام، ويكون الحركة او الحجم بتاعه قليل شوية كده، وهنلف الروتيشن بتاعها يكون كده بالشكل ده، او نكبرها شوية ونخلي الروتيشن بتاعها كده. بعد كده تبقى هنا، او نمشي كمان 30 فريم هنا كده، نحط 3 كي فريم ونحركها هنا، هنكبرها شوية صغيرين ونخلي دي كده وننزلها تحت بحيث ان هو تكون قارية الحاجات اللي موجودة او جايبة الحاجات اللي موجودة دي يعني. بعد كده في الحتة دي كده هرجعهم هنا، هبدأ اجيبها في النص، اخلي دي ريسيت وابدأ اكبرها كده واعمل روتيشن بتاعها كده، فيبقى معايا بالشكل ده كده. تاريخ البشرية قد ما تدور فيه وتتعمق فيه هو تاريخ دموي جدا مليء. هنبدأ بقى نحدد كل الكي فريمات ونظبطهم على المشهد. مثلا احنا عايزين هنا كده دموي تكون ايوه بالظبط هنا كده. هنخلي الكي فريمات ديت تتعمل بالراحه، بعد كده بسرعه في الاخر. فمثلا هنيجي على الكي فريم نعملها F9 ونحدد كده، نحدد ده كله او هنحدد دول وهنسحبهم كده عشان تكون سريعه، بطيئه قصدي، بعد كده سريعه. ممكن نقلل السرعه بتاعتها شويه، او احنا ممكن نعملها العكس، ممكن مثلا نعملها كده. هو تاريخ دموي جدا مليء. هنحدد ده كله ونجيب افكت الفلو او اضافة الفلو، هنعمل الجراف ده هنحدده كده ونبص على الحركة. تاريخ البشرية قد ما تدور فيه وتتعمق فيه هو تاريخ دموي جدا مليء. هنبدأ نخلي دول كده هنعملهم بطاء بقى، يعني هنبطئهم اكتر ونبص على النتيجة. هو تاريخ دموي جدا مليء. احنا مثلا ممكن هنا عايزين نخلي التلاتة دول ما يبقوش لسه ظهروا اصلا، لان هو دموي بتكون من هنا. تعمق فيه هو تاريخ دموي جدا مليء بالظبط كده كده مظبوطة. فهنا بدأ مشهد جديد اللي هو المشهد بتاع الاتنين دول، وكمان حاطط القلب وراهم. هي نفس اللي احنا كنا لسه عاملينها يعني، بس الفكرة كلها هنطلع العدسة دي الأول. مثلا هنا هو طلعها في المكان ده كده، طلعها من أول هنا، فاحنا هنيجي على البوزيشن بتاع ديت. خلينا نعمل برضو في السكيل، وخلينا نعمل في الروتيشن بحيث يبقى شكلها كويس. مثلا نعمل هنا ونمشيها شوية لحد مثلا النص ما يخلص، وهنطلعها فوق كده ونصغرها ونعمل لها روتيشن بالشكل ده كده مثلا، ونعمل لها روتيشن نكمله بحيث تخرج من الفريم وتطلع بره. هنعمل ده وهنعمل الجراف ده، كنا فاضيين نعمل ايه؟ او هنخلي السرعة بتاعت الكي فريم ابطأ
معقول بين كل هاد كنا فاضيين نعمل عيد؟ ممكن نلغي الحركة بتاعت الروتيشن، انا شايف انها ملهاش لازمة، او ممكن نعملها العكس، يعني ممكن مثلا نعملها كده بالظبط كده ونبص عليها كده. تاريخ البشرية قد ما تدور فيه وتتعمق فيه هو تاريخ دموي جدا مليء بالملاحم والحروب. هل معقول بين كل هاد كنا فاضيين نعمل كده مناسبة؟ هنيجي من اول هنا هنخفي بقى كل ده، هنخفي العدسة وهنخفي كل الكلام ده، وهنعمل المشهد الجديد من اول هنا كده. احنا كده كده في المكان ده كده مش عايزين كل ده، مش عايزينه. هنبدأ نقصه كده ونبدأ بقى نعمل المشهد الجديد. المشهد الجديد مكون من القلب والشخصيتين دول، نفس الكلام اللي احنا لسه عاملينه. و 2026 دي هنشوف هنعملها ازاي برضو دلوقتي. نرجع للمشهد الاول اللي احنا عملناه، هناخد نفس الافكتات اللي عملناها على الولد والبنت دي بالشكل ده كده، نفس الافكتات يعتبر. هنعمل القلب، احنا مش هنعمله، هنرجع مثلا هنا هنلاقي القلب موجود هنا، هنبدأ ناخده كوبي ونروح هنا ونحطه بيست. حرفيا احنا المشهد ده خدناه كوبي بيست بس ما عملناش اي حاجه. هنشوف مثلا هو كده كده اصلا المشهد كان متكون فيه القلب، هو القلب كان متكون. هنلغي الكي فريمات، هنلغي الكي فريمات دي بحيث ان هو كده كده متكون، يعني هننزله تحت الولد والبنت، هنكبره كده شويه ونظبط البوزيشن بتاعه نخليه في النص يبقى معانا بالشكل ده. شوف مثلا هو حاطط افكتات ايه، هو مخلي الخطوط رفيعه كده عادي، مش هتفرق بقى، انت بتعمل اللي انت عايزه، الفكره اللي انت عايزها. هنيجي على القلب هنا، عايز تخلي الخطوط رفيعه هيبقى بالشكل ده من هنا كده. هنبدأ نمد القلب ده، هنمده للآخر، وبعدين هنا كده هنكتب 2026، فهنيجي هنكتب عادي 2026 عشان تبدأ تعملها بالشكل ده كده. هو خليهم صغيرين، تعال نصغرهم احنا كمان شوية عشان بقى تخليها تعملها بالمنظر ده كده. هتيجي على النص وتدوس كليك يمين عند كرييت وهتعملها ماسك فروم تكست، هيبدأ يعمل لك الشكل ده كده. هو عمل لك كده ماسك على الحروف او على الارقام اللي عندك يعني. فهنبدا نروح على القلب دوت وهناخد الافكت من اللي عليه، وهنروح على التكست اللي هو الاوتلاين دي اللي هو عملها لنا وهنحطها بيست، هنحط الافكت عليه بيست، يعني هنحط الافكت على اللاير ده. ومن هنا هتيجي تحدد الماسك، هتلاقي معاك اتعمل بالشكل ده كده. نقدم الكي فريمات دي كده شويه ونجيبه هنا، واحنا مثلا عايزينه يتكون هنا من اول ما بيقول هنا، هنجيبه هنا في الحته دي ونبدا نشوف السرعه بتاعته مناسبه ولا لا. هنبص عليه كده للحب سنة 2026. ممكن مثلا نقلل الوقت بتاعه للحب سنة 2026 كده، انا شايف انها مناسبه. هنيجي على ديت هنفتح السكيل بتاعها، هنكبرها كمان شويه. على البوزيشن هننزلها تحت بحيث تكون هنا مثلا بالشكل ده. طيب احنا مش عايزين الخطوط دي تكون موجوده، فهنيجي هنا على الاوباسيتي، هنحط كي فريم عند العلامه ديت كده اللي احنا معلمين ان النص يظهر عندها، هنخليها 100%. ونرجع كده شويه نخلي الاوباسيتي 0 بحيث النص ما يظهرش غير بعد النقطة دي. نحددهم كده ونعملهم F9، خليها كده ونشدها بالشكل ده كده. المرحلة الجاية هنشوف هنعمل دي كده ازاي، هنشوف اللي هي تعمل هايلايت على الكلام كده ازاي. هي نفس الطريقة بتاعة التكست ديت، المستطيل بتاع التكست ده نفس الطريقة، وهتعمل مالتيبلاي بس عشان تنور معاك بالشكل ده كده وتظهر اللي تحتها. بس المهم الاول هنخش مثلا نجيب اي مقالة زي دي كده. جبنا الموقع اللي هو واخد منه الصورة اهي، هو نفس الكلام اهو. نبدأ ناخد منه سكرين شوت، هسيبها لكم برضو في الملحقات. هنبدأ بقى ايه، ناخد الصورة نحطها هنا زي ما انت شايف. الصورة اول ما ظهرت النص اختفى، فاحنا هنعمل برضو حركة كده عشان النص يختفي. مثلا النص اختفى في الحتة دي كده، احنا ممكن نعملها كي فريم بتاع الاوباسيتي، بس لا احنا ممكن نعملها بافكت الخيوط احسن يعني. هنجيب دي كده ناخدها كوبي بيست وهنعكس بس الايه الكي فريمات. نخش من هنا اسيست ريفيرس وهنيجي على دي نعملها كده، وهنعمل برضو ناخد دول كوبي بيست وريفيرس بحيث تختفي معانا بالشكل ده كده. هنبدأ نشوف او عمل ايه في الصورة. هو طلعها من تحت بحيث التكست كان فوق، يعني هي هتبقى تحت التكست، وعمل زوم ان بس عليها وعمل الخط ده. نبدأ نعمل الهايلايت، هناخد نفس المستطيل اللي احنا عاملينه هنا، ناخد خلفية الكتابة دي نحطها هنا، نجيبها مثلا هنا كده في المكان ده. هنخش على السكيل اللي احنا عاملينه، هنلغي مثلا ديت هنخليه 100%. هنخش هنخلي الانكر بوينت بتاعه هنخليه الناحية التانية، وهنظبط مكانه زي ما احنا عملنا في اللي فاتت. هنخلي ديت ملتبلاي
بتحدد اللون زي ما انت عايز. هنشيل دوت وهنحط اللون فيل، خليه باللون الاحمر بالظبط بالشكل ده كده. والدروب شادو هنحط له برضو، لو عايزين نحط له ديب جلو هنحط له، يبقى معانا بالشكل ده. هنخلي ديت 1.0 كده او 10 يعني. ممكن نقلل دي برضو شوية، ديت نخليها مثلا 100 بحيث تكون كده. هنمدها طبعا بالشكل ده لحد كده، وهنكررها وهننزلها تحت. هنفتح السكيل قبل ما نحط اي حاجة، هنمدها كده شوية لحد ما توصل للاخر لحد هنا مثلا. وهنبدأ نحط كي فريم هنا، وفي نفس الوقت برضو هنحط كي فريم في ديت عشان نمشيهم الاتنين مع بعض في السكيل دي برضو. تمام. نبدأ بقى نقفل كل ده. تبدأ تسحب دي كده، احنا عايزين الشكل ده يكون في الاخر. هتبدأ بقى تخلي ديت 0، هيبقى معانا بالشكل ده كده. هنبدأ نعمل الكي فريمات، بس انا مثلا هخليها تدرج من هنا. هزود دي مثلا هخليها 5 مثلا، واعملها كده عشان الكي فريمات تبقى متدرجة دي الاول وهكذا يعني، فاهمني. ممكن نزود دي كمان شوية ونعملها بحيث تكون كده بالشكل ده كده F9، وهنعملها سريعة بعد كده بطيئة، او هنعملها يعني بالشكل ده كده. نعملها كده، هنقلل دول شوية 26 متوقع ينصرف 29 مليار دولار. كده. انا حاسس انها كده هتكون مناسبة. هنخلي الاتنين دول برضو تحت التكست. همسك الاتنين دول وهنربطهم بالصورة عشان لو حركنا الصورة تبدأ تتحرك معاهم زي ما انت شايف كده اهي. هو عمل ترانزيشن بسيط خالص. هنيجي من هنا هنفتح البوزيشن، نحط كي فريم عايزينها مثلا تكون هنا بالمنظر ده، وهنبدأ ننزلها كده ونعمل كي فريمات ونخليها سريعة بعد كده بطيئة. وهناخد نفس الكي فريمات دي ناخدها كوبي بيست نحطها هنا، وهنعمل لهم عكس عشان تنزل تاني. يبقى معانا بالشكل ده كده. متوقع ينصرف 29 مليار. ممكن نخليها أبطأ، نفس الكلام هنا برضو. 26 متوقع ينصرف 29 مليار دولار على عيد. نعمل ديت هي نفس الفكرة برضو يعني. انا شايف ان احنا ما نعملهاش عشان الوقت، بس احنا كده كده هنعمل المقدمة كلها. نبدأ نجيب العلم زي ما انت شايف كده، وهنخليه فوق كل حاجة. تمام. ونبدأ نعمل له الترانزيشن، نفس الترانزيشن اللي عملناه هنا اللي هو بتاع اللاير ده. نبدأ ناخده كده، ناخده كوبي، وهنيجي عليها هنا هنخليها بيست، ونقدمها هنا كده شوية. يبقى كده هنخلي ديت ما تظهرش غير على ديت في الحتة دي. وهنقلل بقى ايه عشان هو في الفيديو الاصلي كان مخلي فيه يعني مش ظاهرة كلها يعني، في شكل كده. فهنعملها نفس الكلام بالشكل ده كده مثلا، وهو ظهر من هنا. كل ده احنا مش عايزينه. نبدأ نيجي على دول وهنقصهم، هندوس الت وحرف الجيم عشان يقص الناحية دي، وتبدأ تظهر بالشكل ده. انا شايف انها سريعة. ممكن نقلل السرعة بتاعة الافكت ذات نفسه. طيب دي هنخليها مثلا 2 نبص عليها فقط في امريكا اليوم. انا شايف انها كده ممكن تكون شغالة كويس. ممكن تيجي على الصورة كده نحط دروب شادو عشان اللي وراها ما يبقاش باين بالشكل ده كده. ممكن نعملها كده. المشهد اللي بعد كده انتقال الخيوط، بعد كده بيتكلم عادي، بعد كده في انتقال الخيوط تاني والمشهد ده بيظهر. فعملته علشان هو نفس الحاجة يعني، نفس الحاجة اللي احنا عاملينها في الاول هنا عشان ما نزودش مدة الفيديو على الفاضي. زي ما انت شايف في المشهد ده انتقال الخيوط تمام. بعد كده في قلب وكلمة تاريخ، كل ده معمول بالخيط. وفي ديت بس الوردة مش جاي عليها الافكت، او معمول على ديت بس على الورقة دي بس. فعشان نعمل الحركة دي نيجي على الصورة كده، هنكرر اللاير كده، بعد كده نيجي على الروتو براش ندوس على الصورة مرتين تفتح لنا الصفحة دي. نعمل روتو براش يعني هنحدد الوردة كده تمام بالشكل ده كده، ونيجي نقف على الاول خالص ونبدأ نعمل فريز عشان تفصل لنا الوردة عن الخلفية. زي ما انت شايف كده الطبقة دي الوردة لوحدها وديت لوحدها. وعشان تعمل الافكت على الورقة بس زي ما انت شايف كده يعني هي مش طالعة بره، هنعمل نفس الكلام. هنعمل مربع على دي كده، هنجيب الريكتانجل تول من هنا ونبدأ نرسم مربع كده وهنخليه تحت الوردة بالشكل ده كده. هنخش مثلا هناخد الدايرة اللي احنا عاملينها الدموية اهي هتكون موجودة معانا هنا كده، نبدأ نخليها تحت الوردة عشان الوردة ما تتأثرش بيها، ونعمل لها تراكمات ما تظهرش غير على المربع ده. بمعنى بالشكل ده زي ما انت شايف كده هتلاقي ان الورقة ذات نفسها هي اللي بيظهر فيها الافكت يعني. ممكن بقى نظبط الافكت ذات نفسه، هو اصلا ما عملوش قوي كده، خليه كده يظهر بالشكل ده كده. والمشهد عموما بيتكون من قلب وكلمة تاريخ. فتعالى هنجيب القلب برضو
من المشهد الاول اللي احنا عاملينه هنا ده بالشكل ده كده. احنا عايزينه يبدا من هنا الدموي. السكيل هنبدا نسحب الكي فريمات دي في الحته دي، ونظبط الكي فريم ان احنا نخليه سريع بعد كده بطيء في 9، ونخش هنا ونعمل ده كده. القلب بيتكون من هنا، فهنجيب القلب هنا كده، نسحب الكي فريمات بتاعته نخليها هنا، يوم الفالنتاين. ونكبر السكيل بتاعه ونكتب تاريخ. نفس الكلام هندوس كليك يمين، نيجي على كرييت وماسك فروم تكست، وهنيجي نسحب مثلا نخش على ديت 2026، ناخد الافكت ده كوبي، نخش نحطه هنا. انا شايف انها كده كويسه. تاريخ يوم الفالنتاين الدموي، وكيف هذا العيد نيجي على كده الدمو ديت ممكن نظبطها اكتر. احنا ممكن بدل السكيل، يعني احنا بنعمل اول ما بنعمل السكيل فالحركه زي ما انت شايف كده مع السكيل بتتحرك، انت فاهمني. انما انت اصلا ممكن تيجي على الافكت ده كده وتزود الايفولوشن من هنا، هتلاقيها بتتحرك معاك. فاحنا مثلا عشان ما تفضلش واقفه، ممكن ندوس الت وندوس على حرف الساعه ده كده، ونكتب هنا في البحث نكتب تايم، ونكتب فيه 100، تبدأ تتحرك طول الفيديو. الفالنتاين الدموي، وكيف هذا العيد عشان مثلا نخلي الافكت فيها اكتر، ممكن نكرره يبقى كده معانا، ونقلل ده كده شويه، ونظبط بقى الشكل بتاعه، ونبص كده على النتيجه. الفالنتاين، تاريخ يوم الفالنتاين الدموي، وكيف برضه مش عايزينها تخش قوي، فاحنا هنجيب البوزيشن بتاعها كده شويه، هنكرر ديت وهنرفعها فوق، نجيب التقلب بتاع الخيوط على الاول هنا. طيب هنبدا بقى التحريك بتاع المشهد ذات نفسه، واحنا خلاص بنفنش يعني. نبدا نضيف كاميرا، وابدا افعل ال 3 دي لكل اللاير، تمام. بعد كده اضيف نال اوبجكت، انا كده مفعل ال 3 دي، ومفعل ال 3 دي كمان جوه الكومبوزيشنات اللي انا عاملها ذات نفسها. فهفعل ال 3 دي كمان في النال اللي انا لسه عاملها، وهربط الكاميرا بيها. هقص النال مثلا هنا كده مش عاوز اكتر من كده، وهفتح بس البوزيشن هنا، مش عاوز اكتر من بوزيشن. هاجي هنا، انا مثلا عايز الحركه دي تبقى زوم اوت، بعد كده زوم ان، زوم اوت قصدي. في البدايه كده هعمل زوم اوت، اجي هنا مثلا احط كي فريم، وهخليها في الاول اكبرها على الاخر عشان تعمل زوم اوت، تمام. وهخلي كي فريمات، هعمل اف 9 واخليها سريعه بعد كده بطيئه، يبقى معانا بالشكل ده. بدي اسالك سؤال، ابدا امدها شويه عشان هبدا احط كي فريم في المكان ده في النال الجديده. هبدا اعمل النال الجديده ازاي؟ هضيف او هعمل دي دوبليكيت كنترول دي، وهفتح البوزيشن منها حرف البي، وهلغي الساعه دي، هدوس على الساعه دي هلغيها كده، وهشدها للمكان الجديد اللي انا عايزه، وهبدا اضيف او احط ساعه جديده او كي فريم جديد يعني. بعد كده هربط النال القديمه بالنال الجديده، وهكذا اي نال جديده هنضيفها هنعمل نفس الحركه دي. هبدا امشي مده كده اللي انا عايزها، مثلا لحد هنا. انا عايز مثلا اعمل زوم ان بالشكل ده، هظبط مكانها هنا بالشكل ده كده، وهعمل F9 وهعمل الجراف ده ونشوف الحركه هتبقى عامله ازاي. بدي اسالك سؤال، هل الفالنتاين حقيقي؟ تاريخ البشريه. هروح عامل نل جديده، بعد كده امشي شويه، انا هنا هعمل زوم اوت تاني، فهخلي ديت 0، ودي برضو كده اعملها ريسيت عشان ارجعها مكانها تاني، واعمل نفس الجراف واشوف الحركه هتبقى عامله ازاي. ممكن اقدمها كده شويه ونشوف الحركه هتبقى عامله ازاي. اسالك سؤال، هل الفالنتاين حقيقي؟ تاريخ البشريه قد ما تدور. طبعا دي بقت سلسه كده ازاي، زي ما انت شايف تحس ان في قطعه كده، فاحنا هنزود دي وهنخلي ده يظهر بفيد عشان ما يبقاش في قط كده. هنخليه مثلا هنا 100%، ونيجي في الاول وهنخليه 0 بحيث يظهر بفيد زي ما انت شايف كده. هنعمل دي ايز وهنخليها سريعة بعد كده بطيئة. هنطول السوليد اللي احنا عاملينها بتاعة الانتقالة بالشكل ده عشان تظهر بانسيابية شوية كده. طب عشان وقت الفيديو ما يبقاش كبير، انا هختصر الحتة ديت. كل اللي هعمله في المقدمة هو نفس اللي عملته في الثلاث حركات اللي وريتهم لكم دول. كل الاختلاف اللي هنعمله بس ان انا هاجي على المشهد دوت وهغير في السكيل بتاعه ذات نفسه. هحط كيفريمين في السكيل وهخلي اول واحدة كبيرة كده عشان اعمل له زوم اوت ويبقى معايا بالشكل ده، وهاجي اعمل الجراف من اداة الموشن تول. نيجي بقى للفينش النهائي وشوية افكتات كده هنحطها عشان نحسن شكل الفيديو. اول حاجة هنروح نضيف ادجستمنت لاير عشان نحط عليها الافكتات. بعدين اول افكت هنحطه اللي هو بتاع CC فينيت اللي هو بتاع الحوافد السودا ده. بعدين هنحط افكت نويز وهنخلي القيمة بتاعته على 10%.
عشان يبدا يعمل لي الشكل ده. وبعدين هحط الافكت بتاع الاوبتيكس مش عارف ايه دوت تاني، وهاجي هزود في القيمه بتاعته كده لحد ما توصل بالشكل ده. وبعدين هاجي من هنا هدوس على ريفرس عشان شكلها يبقى العكس زي ما انت شايف بالشكل ده كده. بعدين هروح احط افكت في ار بتاع اللي هو الار جي بي تاني، وهخلي دي على تاني واحده عشان يبقى معايا بالشكل ده. وعشان تعمل بقى النقط اللي هي بتظهر في الشاشه عنده ديت، هنضيف افكت اسمه تيربلنت نويز، هيبقى معانا بالشكل دوت كده. هنيجي على ديت وهنخليها اخر واحده، وبعدين ديت هنعملها على 650، هيبقى معايا بالشكل دوت كده. هبدا اظبط في القيمه دي لحد ما يختفي كده شويه، او عشان اشوف كويس هنخلي اخر واحده دي على مالتي بلاي، هيبدا يتعمل معانا بالشكل ده كده. نبدا بقى نقلل في دي لحد ما يختفي شويه كده. وعشان يبدا يتحرك معانا هنيجي على ايفولوشن على علامه الساعه كده، وهندوس على الت وندوس عليها، وهنيجي في الخانه اللي هيفتحها لي دي هنكتب تايم وبعدين نجمه ونكتب 100 عشان تبدا تتحرك معايا على مدار الفيديو كده. وبس كده، دي نتيجه شرح النهارده. بدي أسألك سؤال، هل الفالنتاين حقيقي؟ تاريخ البشرية قد ما تدور فيه وتتعمق فيه هو تاريخ دموي جدا مليء بالملاحم والحروب. هل معقول بين كل هذا كنا فاضيين نعمل عيد للحب؟ سنة 2026 متوقع ينصرف 29 مليار دولار على عيد الحب فقط في أمريكا. اليوم بدنا نشوف الحقيقة اللي ما حدا بيعرفها وراء الفالنتاين، تاريخ يوم الفالنتاين الدموي، وكيف هذا العيد الدموي القديم تحول لسلعة بتنباع. وبس كده نكون خلصنا فيديو النهارده. فلو الفيديو عجبك او استفدت ما تنساش تدعمني بلايك وشير وسبسكرايب، واكتب لي تحت في الكومنتات ازود من الفيديوهات دي ولا لا. ولو في فيديو مثلا عجبك وعايزني اشرح لك المقدمه بتاعته او يتعمل ازاي عموما، هسيب لك اللينك بتاع الانستجرام تحت في الديسكريبشن، تقدر تخش تبعت لي اللينك وان شاء الله هنزل لك فيديو. وبس كده، سلام.